الحمد لله الذي يشرح الصدور وييسر الأمور ويقدر المقدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهب البهجة لمن يشاء والسرور، ويزيل الوحشة والنفور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأواب الشكور، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ينابيع الهدى ومصابيح الدجى والكواكب والبدور. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله طريق الفوز والكرامة وسبيل النجاة من الندامة. واتقوا الله، إن الله عليم بذات الصدور. أيها المؤمنون، إن مما يشعر به كثير من الناس بعد رمضان ضيقا في الصدور واكتئابا في النفوس وتكدرا في الطبائع والأخلاق، حتى ظهر ما يسمى باكتئاب شهر شوال. وهذه التسمية قد تدخل في التشاؤم بالأشهر الذي نهت عنه الشريعة، إلا أن هذا الشعور يا عباد الله موجود وشائع لا ينكر. ولهذا الضيق والاكتئاب بعد رمضان أسباب طبيعية وشرعية. أما الطبيعية فمنها تغير نظام كثير من الناس واختلال جدول يومه، فمن سهر إلى نوم، ومن جوع إلى شبع، ومن أنس واجتماع في رمضان إلى افتراق بعده، حتى إن بعض العوائل لم تجتمع على مائدة واحدة منذ آخر سفرة رمضانية، وهذه الأجسام ضعيفة والأرواح هشة، أدنى تغير يؤثر فيها وتضطرب لأجله. وعلاج هذا سهل ميسور إن شاء الله، لا يخفى على أحد. أما الأسباب الشرعية يا عباد الله فمن أعظمها أن النفوس فارقت جنتها وخرجت من روضتها، فقد كانت تتنقل بين بساتين الطاعات وميادين العبادات وروضات الجنات التي هي حلق الذكر ومجالس العبادة، ثم ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، تتغير أحوالها فتدخل في لجج غفلتها وتسبح في بحار جهالتها وتخوض في غمار إعراضها بعد إقبالها، فتنكر الروح ما كانت تعرف، وينقبض القلب بعد انبساطه، ويضيق الصدر بعد انشراحه، ويهجم عليه عدوه الذي كان مصفدا في رمضان، فتكثر عليه وساوس الوسواس الخناس، وينال منه ما لم يستطعه في رمضان. فيا ترى كيف سيكون حاله؟ لا شك يا عباد الله أنه سيدخل في ضيق وكدر وضنك وضجر. كيف لا، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. أيها المسلمون، قد شكى الصحابة رضي الله عنهم هذه الضيقة التي يجدونها في صدورهم بعدما يفارقون مجالس الذكر وأزمنة العبادة، حتى يحسوا أنهم دخلوا في النفاق وخرجوا من الإيمان. في صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقال حنظلة: قلت: نافق حنظلة. قال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لا نلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3: ساعة كذا وساعة كذا. وهذه هي حال القلوب والأرواح. والإيمان يزيد وينقص في القلب، فيجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه منشرح مقبل على الله عز وجل، ثم ما يلبث أن يكون في حال إنه فيها أحلى ما يكون وألذ ما يكون، ويرى أنه قد ذاق طعم الإيمان حتى يتمنى أنه لا يخرج من هذا السرور ولا يريد من هذه الدنيا شيئا، فلا يرى أحسن ولا أطيب منه في تلك الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو قراءة قرآن أو تدبر أو نحوه. ثم بعد ذلك تستولي عليه الغفلة، فيصلي بنفس القراءة التي قرأها بالأمس، ولكن كأن قلبه حجر لا يلين، والوقت هو الوقت، والمكان هو المكان، والعمل هو العمل، ولكن هيهات هيهات، ما أسرع تقلب القلوب. يصلي الإنسان في آخر الليل فيجد لذة عظيمة في الصلاة وهو يحس أنه قريب من الله عز وجل، وليلة أخرى بالعكس فلا يذوق معنى من معاني الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص في القلوب. نسأل الله سبحانه إيمانا كاملا ويقينا صادقا، نسأله نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، إن ربنا جواد كريم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، على المسلم أن يراعي قلبه، وأن يلاحظ إيمانه، وأن يجتهد فيما يصلحه ويقربه إلى ربه، وأن يحذر من الفتور بعد النشاط، ومن الغفلة بعد الانتباه، ومن الانتكاسة بعد الاستقامة، ومن الإعراض بعد الإقبال، فإنه إن حافظ وداوم على الطاعات والخير فلنفسه، وإن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله إن الطاعة هي نعيم القلب، وإن المعصية والغفلة هي جحيم القلب. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يعني جنة القلب وانشراحه بذكر ربه ومناجاته. ولعل من الحكم يا عباد الله التي شرع لأجلها صيام 6 من شوال ألا ينقطع المسلم عن تلك العبادة، وألا يستولي عليه الفتور بعد النشاط.
نسأل الله أن يشرح صدورنا بذكره وأن يعيننا على طاعته وشكره، إنه جواد كريم. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. قال وهو أصدق من يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعن عثمان ذي النورين وعن علي بن السبطين وعن بقية العشرة وأصحاب الشجرة وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحمي حوزة الدين. اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.